السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ معكم ام رقية. اليوم راح نسوي كبدة الدجاج بطريقة حلوة وجديدة. مو كلش جديدة، يعني حطيت شغلات عليها. انا ما مسويتها وما حاطة يعني عليها هذا النوع من الخضروات. فهنا بديت اقطع بالكبدة، وانا ثاني طماطة وياها وبصل وثوم همين وفلفل بارد. والسر اللي خليته اللي هو الشبت والكزبرة. طبعا هاي انا اول مرة احطن عليه هذا الشيء، فاستغربت. ما اعرف اذا انتم جربينها بهاي الطريقة او لا، بس انا جربتها وكانت كلش طيبة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هنا انا راح احمس البصل، وبعدين راح احطن عليها الكبدة، بس انتظر شوي يحتر. وهنا انا حمسنا البصل وراح نخلي هسه الكبدة عليه. صار البصل شوي يتحمر، وحطينا الكبدة عليه وراح نحمسه وننتظر على ما ينحمس الكبدة مع البصل. طبعا ما صارتكم عن الريحة كلش حلوة، وحبوها الأطفال همين وزوجي هم كمان. وانا ظليت حمستها وغطيتها. هنا بعد ما انحمست حطيت البهارات اللي هي كاري وسبع بهارات، بابريكا وملح. هنا حمسناها، الريحة دمار. طبعا احنا كلش نحب الكبدة. وهنا حطيت عليها الخضروات وهم ظليت احمسها على ما تستوي وتتسبك. هنا بعد ما انحمست الكبدة خليتها هواي تنحمس على مود تطلع زفرتها، وصدقوني ما راح تبقون اي زفرة بيها، لان حطينا عليها ثوم وحطينا عليها بصل والبهارات، والزبدة كلها راح تروح. وهنا طبعا ضليت هواي احمس بيها. بعدين حطيت الطماطة عليها وانتظرتها على ما شوية تتسبك ويا الطماطة وتنحمس عدل. وهنا استوت الكبدة، وطبعا بنتي لحت اللي تخلي حتى ايدها صايرة بيها حمراء خالي. انا خليت عليها ليمون وسويت لهم لفات وتعشينا. سلامكم العافية.